اليوم قراءتي لمولود برج الدلو. بس قبل ما بلش حابة لك شغلة صغيرة يا دلو، إنه في شي بحياتك بلش يخلص وينتهي، وشي جايك عالطريق كتير حلو وأنضج وأحلى من قبل. كان في عندك شتوية طويلة، بس هالفترة رح تتغير الطاقة كليا تماما معك. خلال الورقة اللي سحبت لك اياها عم يقول لي إنه الشتوية خلصت عندك هلا، وفي شيء اللي كان واقف عندك والتعب اللي كنت حاسه والركود اللي حاسه واللي مو واقف عندك رح يبلش يتحرك شوي شوي، مثل فصل الربيع. كيف بيبلش فصل الربيع يعطي الشجرة يوردوا هالشجرات ويطلع الورد، رح يصير بحياتك نفس الطريقة انت. وعم يشرح لي هالورق انه انت في شيء بقى، يعني مثل في شيء عندك باب اكتمل، او درس خلصته او درس تعلمته بحياتك خلص وسكرت هالباب عليك، ما عاد تفتح هاي الطاقة من اول وجديد، يعني القديم كله رح تكبه. بعدها بيجي تحول الكبير لإلك. طلعت لي ورقة الدير. هاي الورقة ما بتعني الموت، هاي الورقة بتعني ولادة جديدة، انه انت عم تترك شيء ما عاد عم يشبهك نهائيا، عم تنتقل لشيء بيشبه روحك وبيشبه طاقتك وبيشبه برج الدلو تماما. اخر شيء طلعت معي الهيرميت. الهيرميت هذا الناسك ماسك عصاية وقنديل. انت هيك رح تعمل، ماسك هالضوء ومضوي على كل حياتك وامورك ومرتب الحياة عندك بشكل كويس. هاي الورقة عم لك انت هلا مو مرحلة ضياع، لا، انت مرحلة وعي داخلي. يعني ارجع لجواتك، حط هذا النور، يعني النور اللي القنديل اللي ماسكه هالشيء، خليه يضوي على الشيء اللي جواتك. وفي اللي راح لإلك يا دلو ما كان لإلك. قول الشيء اللي انت كبيته واللي ضاع منك وحسيته انه هو بدك اياه وراح، هو ما كان لإلك من الاساس، ومنيح اللي راح لانه ما كان راح يخدمك لقدام. واللي جاي لإلك يا دلو راح يكون احلى واوعى وانضج ويشبه روحك. شكرا لكم، مع مولود برج الدلو.